امنع تصوير بقى، امنع تصوير بقى، امنع تصوير بعد اذنك، بعد اذنك. لا بعد اذنك ما تعمليش كده، ما تعملش كده. امسك هو رياض لسه بعد المباراه واللي احنا شفناه، وشايف احمد فوزي زعلان وبيشتكي لك من هو اتضرب، يعني ايه اللي بيحصل في الكوره ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما اعرفش، انا جاي متاخر دلوقتي، مش عارف ايه اللي حصل، انما فوزي يعني شايفين معركه بجوار الاتوبيس، يعني بجوار الاتوبيس الدنيا مشحونه قوي، الدنيا مشحونه قوي. احنا فرقه متعرضين لموقف صعب واللعيبه مشحونه، وانما برضه ده ما يديش الحق، لو في حد غلطان لازم يتعاقب يعني. بس ولو اتكلمنا عن اللقاء والتعادل، يعني تاني مره على التوالي بعد المقاولين اليوم مع فريق بتروجيت التعادل، هل شايف كسبنا على فكره؟ للعلم يعني احنا كسبنا 1-0، انما مش تاني مره، ده تاني مره نبقى مغلوبين 2-0 بعد لقاء الحرس. مغلوب 2 وتتعادل الحرس وبنكسب الحمد لله، وبنتعادل يعني. فده برضه فضل ونعم عند ربنا، ودليل ان فريق مصر فريق كويس وبيأدي كوره كويسه، انما في حاجه مش مظبوطه. انما اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق في المباراتين الاخيرتين ان شاء الله. بالتوفيق يا وائل. شكرا. يعني شايفين ضرب، وشايفين يعني ده الاتوبيس المخصص لفريق بتروجيت، يعني شفنا يعني اللي بيحصل ده مش كوره يعني بصراحه مش كوره اللي بيحصل. شايفين فريق بتروجيت يعني والله العظيم ضربني بالقلم. الهرب ده حاجة خرا. مافيا في مصر.